اوعى تفتكر ان الهدف هو عمل ثورة بجد في 11/11. هم اول ناس عارفين انهم شوية عيال هيتلموا في بوكس 5 راكب. الهدف يا اهل العقل والمنطق هي الفترة من ساعة الاعلان عن نيتهم وصولا لتاريخ الحدث الوهمي المزعوم. الهدف انهم يخلوا البلد تعيش دايما في حالة غليان واستنفار وحذر وترقب، لانهم عارفين انه مفيش بلد ممكن تنمو وتتقدم بالمعدل المطلوب في ظل وجود عدم استقرار امني ومعنوي ومادي. يعني يخلونا نعيش شهرين في حالة قلق وخوف انتظارا لليوم الموعود 11/11 وسلطات الدولة تعلن استنفارها، وطبعا ده بيكلف فلوس طائلة ويساعدهم الاعلام العويل العميل. الحقوا هنبقى زي العراق وسوريا. انا بقول يا رب يا رب نكون زي العراق وسوريا يا رب. ولما نوصل ليوم 11/11 نلاقي كل ده بلح. وطبعا بعد 11/11 ما تعدي بلا اي مشاكل ولا احداث، يومين 3 وهوب ينزلوا بمنشور ما يساويش 3 مليم على صفحة من صفحاتهم يقول لك فيها موعدنا 25 يناير، ونرجع نقلق من تاني والدولة تستنفر اجهزتها تاني والاعلام والمغردين يقعدوا يسخنوا الناس ويهروا شهرين كمان. وبعد 25 يناير يبقى ذكرى تنحي مبارك، وبعدين محمد محمود، وبعدين وزارة الدفاع، وبعدين 30 يونيو، وبعدين فض رابعة وهلم جرة. اللي محدش يعرفه انه من ضمن التدريبات اللي حصل عليها النشطاء العملاء قبل 25 يناير حاجة اسمها خلق نقاط توتر. خلق نقاط توتر انه يخترع لك كل شهر حدث، والحدث يطرح ذكرى سنوية علشان لو فشلوا في مخططهم الرئيسي تفضل نقاط التوتر دي شوكة في حلق البلد حتى لو ما حصلش فيها اي حاجة. لكن طبقا للنظريات الامنية لازم الدولة تستعد ليها وتاخدها على محمل الجد وتفترض اسوأ الاحتمالات، وده طبعا بيستنزف جزء كبير من مواردها في التأمين. طب والحل ايه؟ الحل ايه؟ هنفضل كده؟ لا طبعا، لو فضلنا كده يبقى احنا اللي بنحيي وبننمي نقاط التوتر بنفسنا. الحل هو اننا كمصريين ملناش دعوة بالاعلام دلوقتي. مستخدمي مواقع السوشيال ميديا نعمل الاتي: اولا نتجاهل تماما الحديث عن اي فعاليات هم بيدعوا ليها، ما ندخلش في اي حوارات، ما نسقيش زرعهم بالجدل والرد والخوف، ما ننشرش منشورات ساذجة ومقرفة من نوعية الواحد بدأ يقلق، تفتكروا هيحصل ايه في 11/11، تتوقع يحصل ايه، مش عارف ايه، وحاجات من النوعية دي اللي بتخليهم يضحكوا علينا ويحسوا اننا خايفين ومرعوبين منهم او نعمل حسابهم. ثانيا نركز جهودنا في نشر الايجابيات ودعم الدولة ورئيسها والرد على الشائعات بحقائق على الارض، وننشر جو التفاؤل اللي هيتنقل للمسؤولين بالتالي وللرئيس بصفته متابع جيد للسوشيال ميديا. ما تحسسوش انه بيشتغل لوحده، ما تحسسوش انكم مش واثقين فيه. ثالثا خليك ايجابي في الشارع وفي شغلك. اللي يغلط في مصر او في قيادة مصر او جيش مصر ما تسيبوش يعدي كده باللي قاله من غير عقاب، وانت بقى ومقدرتك. شير من فضلكم، شير علشان توصل لأكبر عدد من المصريين الوطنيين، المصريين اللي بجد.